جهاز تنظيم الاتصالات أحال شركات المحمول للنيابة بسبب الخطوط المجهولة اللي باسمك. ولو نزلت تطبيق ماي نترا ولقيت خط غريب ورحت على الشركة عشان تقفله، مبروك، انت كده بتعترف رسميا انك صاحب الخط. تعال اقول لك تعمل ايه. طلب الالغاء الروتيني في فرع الشركة اسمه قانونا طلب تنازل، توقيعك عليه معناه اقرار منك ان الخط في حيازتك، ولو الخط ده اتعمل بيه مصيبة قبلها بساعة انت المتهم قدام النيابة. طب العمل ايه؟ الصح هتروح الفرع وتطلب حاجة واحدة بس، إثبات حالة إنكار ملكية الخط، وتاخد رقم الطلب وتعمل شكوى على الخط الساخن لجهاز تنظيم الاتصالات على رقم 155 عشان تخلي مسؤوليتك. وممكن كمان بالطلب ده تعمل محضر في اسم الشرطة وتطلب إلزام الشركة بتقديم أصل العقد عشان تطعن عليه بالتزوير. وفي حالة إثبات ركن الضرر أنت تقدر ترفع قضية تعويض على الشركة عن الأضرار المادية والأدبية. ولو واجهتك مشكلة في الموضوع ده ومش عارف تتصرف، سيب لي كومنت في الفيديو وتابع الصفحة عشان تعرف حقك بالقانون.